يظن الإنسان أنها النهاية بينما هي البداية. في حياة كل إنسان لحظة غريبة ثقيلة مربكة، لحظة لا تشبه أي شيء مر به من قبل، لا هي نجاح يمكن تفسيره ولا فشل يمكن تجاوزه بسهولة. هي أشبه بفراغ ممتد، كأن الحياة توقفت فجأة لتعيد ترتيب نفسها دون أن تستأذن أحدا في تلك اللحظة. يشعر الإنسان إن شيئا ما ينزع منه، ليس مرة واحدة بل قطعة بعد قطعة. حلم كان يظنه ثابتا، علاقة ظنها أبدية، قوة كان يعتمد عليها، أو حتى صورة عن نفسه كان يظن أنها الحقيقة الكاملة. وهنا يبدأ التذمر، يبدأ السؤال الداخلي الذي لا يتوقف: لماذا أنا؟ لماذا الآن؟ ماذا فعلت لأستحق كل هذا؟ لكن ما لا يدركه كثيرون أن هذه المرحلة ليست عقابا بل إعداد، ليست خسارة بل تقليل، ليست نهاية الطريق بل بدايته. المرحلة التي لا تشبه النعمة. الإنسان بطبيعته يربط البركة بالراحة والنعمة بالسهولة والحضور الإلهي بالانفراد. فإذا تعثرت الأمور وصارت عكس التوقعات يظن فورا أن هناك خللا، إن الله ابتعد، أو إن الأمور خرجت عن السيطرة. لكن الحقيقة الأعمق هي إن أعظم التحولات لا تأتي أبدا في صورة مريحة، لا تأتي مغطاة بالطمأنينة السطحية، بل غالبا ما تأتي في صورة تفكيك، في صورة إعادة تشكيل قاسية. تخيل إنسانا يعيش حياته معتمدا على أشياء لم تكن صلبة من الأساس: علاقات هشة، نجاحات مبنية على ظروف مؤقتة، أو ثقة بالنفس مصدرها خارجي لا داخلي. ماذا سيحدث إذا أراد الله أن ينقله إلى مستوى أعمق؟ هل يضيف له المزيد؟ أن يزيل أولا ما لا يصلح أن يستمر، ما لا يصلح أن يستمر. هنا يبدأ الألم، لأن ما ينزع لم يكن عابرا بالنسبة له، بل كان جزءا من تعريفه لنفسه. بين الجبلين حيث لا يرى أحد. هناك صورة رمزية تستخدم كثيرا عن الناس حين يختفي بين جبلين في فترة من حياته، بعيدا عن الأنظار، في مكان لا يراه فيه أحد، في مكان لا يراه فيه أحد. هناك في العزلة يدخل في عملية قاسية يفقد فيها ما كان يمنحه القوة ليبدأ من جديد. سواء كانت القصة حرفية أو رمزية فالمعنى عميق جدا. أحيانا لا يمكن للإنسان أن يتجدد وهو متمسك بما اعتاد عليه، لا يمكن أن يطير بطريقة جديدة وهو لا يزال يحمل نفس الريش القديم. وهكذا يجد الإنسان نفسه في بين الجبلين، مكان ضيق صامت غير مريح، لا هو في الماضي الذي يعرفه ولا هو وصل بعد إلى المستقبل الذي يتمناه. مرحلة انتقالية لكنها ليست واضحة. في هذه المرحلة لا يرى الناس ما يحدث داخلك. قد يظنون أنك فقط متوقف أو أنك فقدت بريقك، لكنهم لا يرون المعركة الحقيقية، معركة إعادة التكوين. التذمر صوت الألم غير المفهوم. تذمر صوت الألم غير المفهوم. التذمر ليس دائما علامة ضعف، احيانا هو صوت الألم حين لا يجد تفسيرا. الإنسان لا يتذمر لأنه يريد أن يكون سلبيا، بل لأنه لا يفهم. هو يرى الخسارة ولا يرى الهدف، يشعر بالألم ولا يرى الثمرة، يعيش التجريد ولا يرى البناء الذي يحدث في العمق. فيتساءل: لماذا تؤخذ مني الأشياء التي كنت أظنها نعمة؟ لماذا تغلق الأبواب التي صليت من أجلها؟ لماذا تتعطل الخطط التي تعبت في بنائها؟ لكن الحقيقة التي لا تفهم إلا لاحقا هي أن ما كان يراه الإنسان كنعمة قد لا يكون مناسبا للمرحلة القادمة، وأن ما كان يتمسك به ربما كان سيعيقه أكثر مما يفيده. التقييم حين يزال الجيد ليأتي الأفضل. التقييم، مرحلة التقييم الأغصان، حين يزال الجيد ليأتي الأفضل. ما قلناش يزال الوحش عشان يجي أحسن منه. التقييم يزال الجيد ليأتي الأفضل. أصعب فكرة يمكن للإنسان أن يتقبلها هي أن الله لا يزيل فقط الأشياء السيئة، بل أحيانا يزيل الأشياء الجيدة أيضا. التقييم لا يحدث للأغصان اليابسة. التقييم لا يحدث للأغصان اليابسة فقط، بل للأغصان المثمرة. لماذا؟ لأن الهدف ليس مجرد البقاء بل الازدهار.
وهنا المفارقة المؤلمة: أنت لا تمر بهذه المرحلة لأنك فشلت، بل لأنك نجحت، لأن فيك إمكانية أكبر مما تعيش الآن، لأن هناك مستوى أعمق ينتظرك، لكن لا يمكن الوصول إليه بنفس الأدوات القديمة. لذلك يتم نزع ما اعتدت عليه، ليس ليضعفك بل ليعيد تشكيلك. الانتظار الامتحان الأصعب. بعد أن تنزع الأشياء يتوقع الإنسان أن تأتي المكافأة سريعا، أن يحدث التعويض، أن تفتح الأبواب، أن يعود الشعور بالقوة. لكن بدلا من ذلك يأتي الصمت، مرحلة انتظار طويلة بطيئة غير مفهومة. لا يوجد حدث كبير، لا يوجد تقدم واضح، فقط شعور بأن الزمن يمر دون تغيير. وهنا يسقط كثيرون، ليس بسبب الألم بل بسبب الانتظار، لأن الانتظار يكشف ما في الداخل، يكشف مقدار الإيمان، مقدار الصبر، مقدار الثقة. هل كنت تثق لأن الأمور كانت تسير جيدا، أم لأنك تؤمن حتى عندما لا ترى شيئا؟ في الانتظار يعاد تشكيل الداخل، تتغير الأولويات، تنضج النظرة، تتعمق الجذور. إعادة البناء من الداخل أولا. بينما يبدو أن لا شيء يحدث، في الحقيقة كل شيء يحدث، لكن في الداخل. الإنسان الذي كان يعتمد على الظروف يبدأ يتعلم الاعتماد على الله. الذي كان يخاف من الفقد يبدأ يتعلم التحرر. الذي كان يبحث عن إثبات نفسه يبدأ يكتشف قيمته الحقيقية. هذا التحول لا يرى بسهولة، لكنه الأهم، لأن ما يبنى في الداخل هو ما سيحمل الإنسان في الخارج. القوة الجديدة ليست صاخبة بل هادئة. الثقة الجديدة ليست متعجرفة بل ثابتة. الإيمان الجديد ليس مبنيا على المعجزات بل على المعرفة العميقة. اللحظة التي يتغير فيها كل شيء لا تأتي دائما لحظة درامية تعلن نهاية المرحلة. لا يوجد دائما حدث كبير يقول لك لقد انتهيت، لكن هناك إحساس، شعور داخلي بأنك لم تعد كما كنت، انك لم تعد تنكسر بنفس السهولة، انك لم تعد تتعلق بنفس الاشياء، انك لم تعد تخاف بنفس الطريقة. هناك ثبات، هدوء، اتزان. وهنا تدرك لقد نما ريشك الجديد. التحليل بطريقة مختلفة. حين يعود الانسان للطيران لا يعود كما كان، لا يعود بنفس العقلية ولا بنفس الاسلوب ولا بنفس الاعتماد. في السابق ربما كان يتحرك بدافع القلق او الرغبة في الاثبات او الخوف من الفشل، اما الان فهو يتحرك بثقة هادئة، يعرف متى يتقدم ومتى ينتظر، يعرف ان القوة ليست في السرعة بل في الثبات. حتى الرياح التي كانت تخيفه اصبحت وسيلة لربطه، التحديات التي كانت تربكه اصبحت ادوات لنموه. النظرة الى الخلف حين تتضح الصورة. اجمل لحظة تأتي لاحقا حين ينظر الانسان الى الوراء، يرى المرحلة التي كان يظنها كارثة فيكتشف انها كانت ضرورة، يرى الألم الذي كان يهرب منه فيدرك انه كان جزءا من الشفاء، يرى الخسائر التي بكى عليها فيفهم انها كانت حماية. حينها فقط تتغير اللغة الداخلية من لماذا حدث هذا لي الى الان افهم لماذا كان لابد ان يحدث. الخلاصة حين تتصالح مع الرحلة. حياة الانسان ليست خطا مستقيما من النجاح والراحة، بل هي سلسلة من التحولات، بعضها مؤلم وبعضها مربك، لكن كلها لها هدف. الانسان المتذمر يرى المرحلة كأنها نهاية، اما الانسان الذي ينضج فيبدأ يرى انها اعداد. ليس كل ما يؤخذ منك خسارة، وليس كل ما يؤلمك شر، وليس كل ما يتأخر عنك حرمان. احيانا يكون ذلك ترتيبا الهيا دقيقا ليأخذك الى مكان لم تكن لتصل اليه بأي طريقة اخرى. والان ماذا بعد؟ اذا كنت في تلك المرحلة الان بين الجبلين، في الصمت، في التجريد، في الانتظار، فربما اهم ما تحتاج ان تفهمه هو هذا: انت لست متروكا بل مشكل. انت لست مكسورا بل يعاد بناؤك. لست في نهاية الطريق بل في منتصف اعظم تحول في حياتك. فلا تهرب من المرحلة، عشها. لا تقاوم الألم فقط، افهمه. لا تتعجل النهاية، ثق في العملية، لان الريش الجديد لا ينمو في الراحة بل في الصبر. وحين يحين الوقت لن تجبر على الطيران بل ستشعر انك خلقت له من جديد. انهض وحلق.